اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. مصر المستقبل هي المساحه اللي من خلالها بنقدر نعرض لحضراتكم المشاريع اللي بيقوم بيها الشباب، وايضا المشاريع العلميه والبحثيه اللي بيقوم بيها العلماء والباحثين. واوقات كتير في حلقاتنا كمان بنستضيف السن الصغير مرحله الدراسه ما قبل الجامعيه، علشان في فئه كبيره جدا من الاطفال كمان بتكون انترستد جدا في موضوع الابتكار والعلم، وبتشارك في مسابقات تحصد جوائز، ومن حقها كمان ان هي تتكلم على مشاريعها. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نساعدهم ان هم يوصلوا المشاريع دي لحضراتكم، وان هم كمان يوصلوا احلامهم او يشاركوها مع حضراتكم. في حلقه النهارده بيسعدنا يكون معانا نموذج لطفل متميز جدا، محمد احمد ابراهيم. هو طالب حاليا، يعني هيبدا المرحله الاولى اعدادي. محمد شارك في كتير من المسابقات وعنده ابتكارات كتيره جدا، يمكن منها زي ما احنا شايفين مجسمات لمدينة ذكية باستخدام الطاقة الشمسية. يمكن هو ده أبرز مشروع هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. محمد، بدأ من إمتى معاك الاهتمام في عالم الابتكار هو الموضوع من زمان قوي، يعني من وانا عندي 3 سنين بدأ معايا الموضوع ده. وايه بدأت اخترع حاجات من وانا عندي 5 سنين. بدأت ادخل مسابقات بقى، ايه لما كبرت شوية بدأت اعمل مشاريع بإعادة التدوير. بعد كده دخلت في الأردوينو وبقيت اعمل روبوتات أوكي. طيب، كده. هنا بقى موضوع المدن الذكية بدأ معاك من تمام. إمتى؟ هي اولا الفكرة جات لي من حكاية المشاكل بتاعت الناس وكده، وادي المدينة تمام بتاعتي. أوكي. اكيد يعني بالطاقة الشمسية بتخزن طاقة. يعني دي كأنها زي البانلز اللي هي الألواح ايوه الشمسية، بالظبط تمام؟ كده. إيه اللي هيحصل؟ إنه أشعة الشمس هتتساقط عليها، هتحفظها، اه تحولها. الكلام ده ايه لو بالنهار. تمام. طب لو بالليل بيبقى فيه ايه مثلا ستوريات او مكان لتخزين الطاقة. هو ده كده مثلا لو بالليل بيكون بيخزن طاقة، ولو بالنهار بيبقى ايه شغال على بالطاقة الطاقة الشمسية. الشمسية. تمام. يعني امتى بدأ، يعني اهتمامك ان انت عايز تشتغل على المدن الذكية اللي بتحل مشاكل ليها علاقة بالبيئة؟ يعني الهدف من المشروع ده هو اكيد متماشي مع فكرة انه ما يبقاش فيه احتباس حراري، نستخدم طاقة نظيفة ويعني يعني مثلا متجددة، ايوه زي السيارات الكهربائية مثلا. زي السيارات الكهربائية. بس لما نتكلم على المدن الذكية، انت امتى جالك فكرة، يعني فكرة المشروع ده قلت انا عايزة اشتغل هو عليها؟ الموضوع من زمان، يعني من سنة 2020 بالظبط كده، من 2020 بدأت معايا الفكرة. أولا يعني ده ما كانش بالشكل ده خالص، كان لسه ايه مبدئي، يعني كان بالنسبة لي أول تجربة أول طريق، ولا كان فيها اي سولار بانر اي حاجه. تمام مجرد مثلا شكل اشرح عليه. مهم. بعد كده بدات اطور عليه اكتر من مره، وده التطويره الخامسه او الرابعه ليه. ظبطت بقى في حاجات وعملت زودت عليه روبوتات تانية، وهي برضو مدينه الروبوتات. انت عملت مدينة تانية اسمها مدينة لا الروبوتات؟ هي نفس المدينه مهم. تمام، بس طب خلينا فيها طيب اكتر من ناخد روبوت. المشاهد بالراحة. يعني انت المدينة هي مدينة ذكية، اول حاجة انت قلت ان انت زودت عليها الالواح الشمسية عشان تشتغل بالنهار، بالليل هيبقى في حاجة بتحفظ فيها الطاقة وبالتالي تقدر تشتغل عليها. طيب ايه كمان ملامح او ابرز ملامح المدينة الذكية اللي انت يعني ابتكرتها؟ انت قلت روبوتات. الروبوت مم. يعني مثلا. يعني الروبوتس هتبقى كمان موجودة في اه المدينة، هتعمل ايه؟ هتكون ايه وظيفتها؟ مثلا اول روبوت ده معايا تمام. ده ايه فائدته؟ ان ده برضو بيشتغل بالطاقه النظيفه، يعني بالكهرباء. وبالكهرباء دي بتشحن منين؟ مش من يعني مثلا بالوقود الحفري، لا ده بتشتغل برضو بالطاقة الشمسية، يعني بتشحن بالطاقة الشمسية. تمام، يعني هي الروبوتات ديت بتشحن بالطاقة الشمسية أو هي سيارات. وده مشروع مبدئي، يعني شكل توضيحي للعربيات تبقى شكلها عامل ازاي. يعني انت عايز المدينة تبقى مدينة متكاملة فيها كل حاجة، يعني بتشتغل على الطاقة الشمسية، مظبوط كده؟ بالظبط كده. تمام. ايه كمان؟ يعني في عندك حاجة كمان أهو. هنا؟ ده ايه بقى الفاير فايتر روبوت؟ ده ايه فايدته بالظبط؟ هو من اسمه كده باين ان لو في مثلا لا قدر الله حاجة حريق. حريق او حاجة حصلت كده، هو يدي انذار. ولو الحريق كبير بيبعت اس ام اس على الموبايل بتاعي من خلال الرقم. او لو هي مثلا يعني حريقه صغيره كده او حاجه زي يقدر كده ان ورقه هو بتتحرق. يتعامل وان هو يعني يطفي اه الحريق، يعني لو على يطفيه. سكيل او على نطاق صغير، لكن لو على يعني لو حاجة كبير، اكبر من امكانياته. ولو انا ما ردتش عليه او عملت اي حاجه، هو اوتوماتيك هيتصل بالمطافي. تمام. اوكي. ده برضو جوه المدينة الذكية، مظبوط؟ يعني هو ده بالظبط كده. السيستم المتكامل ان انت عامل فيها. طب الروبوتس هتبقى ايه وظيفتها يا محمد؟ يعني مثلا ممكن روبوت خدمه المرضى، في يعني المستشفيات في او المستشفيات. وغير كده في روبوتات كتير في مراحل التطوير الجايه ان شاء الله. مم. وبرضه عملت كده ايه مشروع ولسه بيتطور، وان شاء الله اعمل منه باور. تمام. ده موبايل بيشحن برضه بالطاقه الشمسيه.
يعني لو انا بره وفي حاجه مهمه مثلا مكالمه ضروريه لازم اعملها موبايل فاصل، مش لازم اجيب باور معايا، لا يعني ادي اهو اوجهه بس للشمس كده هيشحن بسرعه دي نص بتبقى وات. زي الواح شمسيه اه مربوطه. بالجراب. هل السكيل هنا المدينه دي هتبقى مدينه على سكيل صغير، وهي هتقدر تخزن طاقه قد ايه عشان تقدر تشغل كل ده؟ يعني أنا الطاقه هتبقى ايه؟ مثلا دي 6 فولت، ممكن نعمل مثلا محول كده او كونفرتر بسيط كده ان يحولها لي من 6 فولت ل 220 عشان اقدر اشغل حاجات كتيره منها. مم. وده يعني اكيد يعني مش لا هو ده باكات توضيحي. صغير انت اه بتحاول تورينا من خلاله، بس احنا بنتكلم يعني مثلا لو مدينة طبعا انت عايزها كلها تشتغل بالطاقة الشمسية، ومشغل روبوتس بيها وربطها يعني بروبوتس تانية ليها علاقة بإطفاء الحريق وأجهزة تليفونية، فدي احنا بنتكلم هنا على consumption أو استهلاك كتير للطاقة. فهنا المدينة دي هيبقى حجمها صغير عشان تقدر تستوعب كل ده، ولا ممكن هيبقى تبقى؟ في اكتر من سولار بانل كتير قوي، يعني اكيد مش واحده هتشغل مدينه كامله. لا انا فاهمه، اه بس قصدي يعني انه علشان يعني احنا عارفين انه الالواح دي مرتبطه بالمدينه اه. بالشمس. ما يبقى كل ف حاجه مثلا اه المدينه يبقى ليها مثلا البيوت هيبقى ليها سولار بانل لوحدها. فهو كمان هيقدر ان هو اه يخزن طاقه من خلال اه السولار يعني ما بانلز اللي هيكون موجوده على اه يعني الارض. مثلا كل حاجه مثلا البيوت والعماير والحاجات اللي زي كده هيبقى ليها وحده تخزين خاصه ليها. الروبوتات او العربيات عشان دي كده ايه، ده روبوت، دي ايه كار، تبقى كانها نفس هيئه العربيه بالظبط، بس ده ايه يعني توضيحي. وهي آه، برضو ذاتيه القياده، يعني ممكن انا اتحكم بيها من على الموبايل او هي اللي هي تشتغل لوحدها. ريموتلي اوبريتد فيكلز الار او في، مظبوط، اللي هي تبقى انت اه من على بعد تقدر ان انت تتحكم فيها هي بالبلوتوث، بس انا ان شاء الله اعملها بالواي فاي عشان اقدر اتحكم منها من اي حته. من اي شبكه. اه بالظبط اوكي. كده. هل في مشاريع تانية انت اشتغلت عليها يا محمد، يعني قبل تطوير فكره او ابتكار فكره المدينه هي في الذكيه؟ مشاريع بس خارج المدينه، يعني زي ايه؟ مثلا اول ما بدات كان كشاف عادي، ده اول ما بدات. بعد كده اتطور لمروحه، اتطور اللي رجعت برضه للكشاف تاني، بس بقى بدل ما هو ليد لونه ابيض بقى عملته ار جي بي ان اقدر اتحكم باللون بتاعه لاي حاجه. وبدات بقى عملت مبرد لللابتوب عشان اللابتوب بتاعي كان بيسخن لدرجه حراره عاليه جدا، فعشان كده عملت له مبرد يبرده. وعملت نضاره المكفوفين، تمام، بدل ما هي يمسكوا عصايه يعملوا كده ممكن ما يشوفوش، فهو يحذرهم لو في حاجه قدامهم او تحتيهم. اللي بيبقى فيها سنسورز علشان. الالتراسونيك والبازر عشان يعمل صوت. اوكي، يعني هي بتشتغل بأشعة، مظبوط، اه النضارة اه علشان تبين لهم لو في حد اه يقدروا ان هم ينتبهوا. بالظبط كده. اوكي، ويقدروا ان هم يتعاملوا يعني في المحيط اللي هم فيه. طيب المسابقات، ايسف كانت واحدة من المسابقات اه المهمة اللي انت شاركت فيها. المخترع الصغير، مبتكر، ومشاريع ومسابقات كتيرة قوي، وانا خدت يعني 5 شهادات او اكتر. وميداليات كتير زي ما احنا ايوه شايفين. بالظبط كده. خدت ايه يعني شبه خمس على شهادات ايه او يعني، احنا اكتر. ممكن نقول على يعني على اي مشروع اخدت جايزة ايه؟ دي مدينة كاملة، يعني هو اوكي مشروع واحد المشروع، اوكي بيكمل المشروع بعضه. ده انت كسبت عليه اي جايزة؟ المركز اول جمهوري، اوكي، تمام. ده في و مسابقة اه المخترع الصغير. خدت جمهوري عليه مرتين ومحلي مرتين. ايسف ولا المخترع ايسر. ايسف، ايسر تمام، بس انت ما عرفتش تتأهل المسابقة الدولية علشان اه السن. بالظبط كده. مظبوط. اوكي. تمام. وفي مشاريع تانية مش موجودة معانا انت كمان؟ يعني دي بس مشاريع كده ايه، عشان في مشاريع برضو مش معايا دلوقتي. مش مشكلة، ممكن كمان ان احنا يعني بس ندي عنها فكرة. اه المشاريع ايه اللي انت يعني اشتركت؟ سمارت باص، ممكن ما يكونش فيه اصلا سواق الباص ده، هو يبقى بالجي بي قيادة اس. ذاتية. كده كده بالظبط كده. وروبوت خدمة المرضى، مهم. بدل ايه مثلا ما يروح وعامل مثلا يروح يجيب الدواء للمريض دوت وممكن الروبوت هو اللي يقدر يغلط، فهو ده ايه اوتوماتيك كده على طول يروح يوديهوله. اوكي. تمام. دي المشاريع ايه اللي عملتها لي، وان شاء الله في مشاريع اكتر او روبوتات اكتر جوه المدينة ديت.
احنا لسه عايزين نتكلم على البلانز او الخطط اللي ليها علاقة بالمستقبل عندك، لكن لو ممكن نتكلم اكتر كمان على يعني دور المدرسة ودور البيت في دعمك. يعني اكيد البيت بيدعمك من سن اه صغير، اكيد. مظبوط؟ انا يعني الاول ايه ابدا ان انا اتعلمت الحاجات دي ازاي. كان في الاول اسمها ايه، حاجات مجانيه في الاول. بعد كده بدات اتخصص لما ايه ماما بدات عرفت اني بحب البرمجه والكلام دوت، بدات توديني اكاديميات. وانا لما بدات اتعلم الحاجات ديت بدات اعلمها. للي اصغر منك. اه عملت شانل على، تمام. عشان ايه ابدا اعلمها. بدات بسكراتش، اعلم سكراتش مثلا ايه، عشان سكراتش ده اتعلمته من وانا صغير ولحد دلوقتي لسه بتعلمه. وانا الحمد لله اتعلمت كل حاجه فيه كده. وانت ف حابب ان انت تشاركها مع اه غيرك، ان انت فبدات كمان ايه تعلمها. اعلمهم. وان شاء الله كده قدام شويه في القناه عندي هبدا اتعلم الاردوين وازاي يشتغل والحاجات ديت. يعني دي فكرة حلوة منك قوي يا محمد، ان انت اتعلمت حاجة وبتعرف تعمل حاجة عايز تشاركها مع غيرك، ان هو كمان يتعلم ان هو يعملها. بالنسبة للمستقبل، انت قلت لي ان انت عندك لسه افكار عايز امم تشتغل عليها ومشاريع. لسه بظبط. اولهم اكيد الباور بانك، تمام، اللي عايز بيشتغل بالطاقه تطور فيه. الشمسيه. اه ده اللي يقدر يتحط في اي حته فيها طاقه شمسيه او فيها شمس يعني عامه، واقدر اشغل بقى اي حاجه. ايه كمان روبوتس عايز تشتغل عليها؟ روبوتس تعمل اي مهام؟ لحد دلوقتي ايه انا بفكر دلوقتي في روبوتات. بس لحد دلوقتي هي الروبوتات دي اللي عندي، لسه بقى في روبوتات هعملها قدام شويه. هل في مسابقات معينة انت يعني حاطط لسه يعني عينك عليها، ولا انا عايزة يعني اشارك في المسابقة دي؟ المبادرة الخضراء، المشاريع الخضراء دي ان شاء الله يعني ان شاء الله هدخلها. ان شاء الله. بتعرف تنظم وقتك ازاي ما بين الدراسة؟ يعني اه مرحلة اه لسه اولى اعدادي، مرحلة برضو مهمة دراسيا. يعني يعني مرحلة الابتدائي عدت ازاي وانت بتنظم وقتك ما بين ان انت تاخد كورسات، تدرس برمجة، تعمل مشاريع وتشارك بيها في مسابقات وتدرس كمان؟ انا لما كنت بدرس في ايه اللي هي اي سكول، تمام، اللي هي ايه مبادرة براءة مصر الرقمية، كان يوم الجمعة. فده كان بعيد عن الدراسة عشان خاطر ده يوم جمعة وسبت، فانا كنت بشتغل او كنت بتعلم عامة يعني بفتح واتعلم الحاجات دي كان جمعة وسبت. انا بقى مم. الايام الاسبوع لو حلو. بالليل لو في وقت قبل النوم كده ببدأ ايه بقى اشتغل في الحاجات ديت. والروبوتات دي بعملها في الاجازة، اجازة نص السنة او اجازة. طيب، بالنسبة للمستقبل، يعني أنا عارفة إنه لسه قدامك مرحلة دراسية مهمة، لسه فترة الإعدادية وبعد كده الثانوية إن شاء الله. لكن هل دلوقتي أنت بتفكر طب أنا لما أكبر شوية حابب أبقى إيه، ولا لسه الموضوع لسه مش؟ هو اللي ربنا كاتبهولي، بس انا اللي حاطه في دماغي ان ادخل هندسه يعني روبوتات وبرمجه وكده. إن شاء الله. يعني إحنا بنتمنى لك كل التوفيق يا محمد، ومبسوطين إنه تبقى سنك صغير لكن أفكارك مرتبة ومنظمة، وإن أنت بتستغل وقتك بشكل مفيد جدا. يعني سواء إذا أنت القناة اللي أنت عملتها علشان تعلم غيرك، المشاريع اللي أنت بتشتغل عليها في الويكند، في الأجازات الطويلة، عارف تستثمر وقتك صح، تلعب رياضة أو تعمل أي أكتيفيتي أو نشاط تاني. مم. هو عامه يعني في نص اليوم كده بفصل نفسي برياضه. إحنا مم. نتمنى إنه اللي في سنك يقدر كمان إن هو يستفيد منك، يعني يستفيد منك في موضوع الروبوت، ويستفيد منك في فكرة كمان تنظيم الوقت، يشغل وقته دايما بحاجة مفيدة. احنا بنشكرك جدا يا محمد ونتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله قابلونا في حلقة جديدة من مصر المستقبل ومشروع جديد.